السلام عليكم طلاب الصف الخامس. في هذا الفيديو سنشرح درس شروق الشمس وغروبها. في الفيديو السابق شرحنا درس دوران الأرض حول محورها ونتج عنه ظاهرة تعاقب الليل والنهار. في هذا الفيديو سنشرح كيف تشرق الشمس وتغرب. يسمى المكان الذي تلتقي به الأرض بالسماء بالأفق. هذا الخط يسمى خط التقاء الأرض بالسماء، يسمى أفق. طبعا بننظر إلى الأفق في الشرق أو جهة الشرق، بنلاحظ إن الشمس في الصباح بتبدأ تصعد أو بترتفع إلى الأعلى فتسمى شروق. يبقى الشروق هو صعود الشمس أعلى خط الأفق، تمام؟ والصورة الموضحة عندنا دي صورة شروق الشمس. طب خلال النهار بتبدو الشمس وكأنها تتحرك أعلى ثم أعلى في السماء، تمام؟ لحد فترة الظهيرة طبعا، ودرسناها في درس الظلال، بتكون الشمس متعامدة في السماء أو تبدو وكأنها طبعا متعامدة في السماء. الحركة كلها بترجع لدوران الأرض، الشمس لا تتحرك، تمام؟ الحركة اللي أنا بندرسها دي حركة ظاهرية فقط وليست حركة حقيقية وفعلية، تمام؟ يبقى دوران الأرض هو المتسبب في الحركة الظاهرية. بعد فترة من الظهيرة بتبدأ الشمس تنخفض شيئا فشيئا في السماء، تمام؟ لحد الوصول لوقت الغروب بتبدو الشمس مرة أخرى وكأنها تنزل أسفل الأفق جهة الغرب، لذلك بنطلق عليه غروب الشمس، بنطلق عليه في هذه الحالة غروب الشمس. يبقى إذن عندي شروق الشمس هو ارتفاع الشمس من جهة الشرق إلى أعلى، أما غروب الشمس هو نزول الشمس أسفل خط الأفق جهة الغرب، لذلك بنطلق عليه غروب الشمس. طيب بنؤكد مرة أخرى أن الشمس لا تتحرك فعليا في السماء كما تبدو. بيحدث شروق الشمس وغروبها وارتفاعها وقت الظهيرة، ده كله بسبب دوران الأرض حول محورها. الشمس لا تتحرك فعليا عبر السماء، تمام؟ لأن طبعا الشمس لا تدور حول الأرض، الأرض هي تدور حول الشمس وحول محورها. بيحدث الشروق والغروب بسبب دوران الأرض حول محورها، تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول محورها وليس حركة الشمس. طبعا الأرض بتستغرق 24 ساعة لاستكمال دورة واحدة أو إتمام دورة واحدة حول محورها. السؤال الآن، هل يحدث شروق الشمس وغروب الشمس في نفس الوقت كل يوم؟ طبعا الإجابة عن السؤال ده هتكون في الجدول التالي. في الجدول استقصاء لأوقات شروق الشمس وغروبها في مدينة مسقط بمحافظة مسقط. طبعا الاستقصاء ده تم في 2020، التاريخ موجود عندي، بيبدأ من 1 فبراير 2020 وصولا ل 20 مارس 2020. الجدول بيحتوي على أوقات شروق الشمس وغروب الشمس وطول النهار في هذا اليوم، والفرق اللي هو موجود بين طول النهار في كل يوم والذي يليه. طبعا لو لاحظنا يوم 1 فبراير شروق الشمس كان الساعة 6:47، غروب الشمس كان في 17:58 تقريبا الساعة 6. طول النهار في هذه الحالة كان 11 ساعة و11 كيف تم حساب طول النهار؟ لحساب طول النهار بنطرح شروق الشمس من وقت غروب الشمس، تمام؟ يعني بنطرح الشروق من الغروب. يوم 2 فبراير كان وقت الشروق 6:47 وغروب الشمس كان 17:59. طبعا طول النهار في هذه الحالة 11 ساعة و12 دقيقة. تقدروا تحسبوها، العمليات الحسابية طبعا في مادة الرياضيات لحساب التوقيت أو الفترات الزمنية. الفرق ما بين طول النهار يوم 1 فبراير و2 فبراير، لو ملاحظين يوم 1 فبراير كان طول النهار 11 ساعة و11 دقيقة، يوم 2 فبراير كان 11 ساعة و12 دقيقة، إذا الفرق ما بينهم 1 دقيقة. إذا عندي وقت الشروق والغروب، لو لاحظنا الجدول كله طبعا لا يتم في نفس الوقت كل يوم، طبعا الشروق والغروب بيتغير، وهناخده في الدرس القادم بإذن الله إنه بيتغير بسبب دوران الأرض حول الشمس، تمام؟ واختلاف فصول السنة، الدرس القادم بإذن الرحمن. طبعا هنلاحظ ناخده يوم آخر، مثلا 19 مارس كان شروق الشمس الساعة 6:12 وغروب الشمس 18:22. طول النهار في هذه الحالة 12 ساعة و10 دقائق. يبقى إذن غروب الشمس والشروق لا يتم في نفس الوقت كل يوم. طبعا الأسئلة، طبعا الأسئلة دي خاصة بالجدول. في الفترة ما بين 3 فبراير و20 مارس هل النهار في مسقط كان بيطول أم يقصر؟ طبعا كان بيطول، لو ملاحظين تدرج الأيام. تنبأ كيف سيتغير طول النهار خلال شهر إبريل. طبعا ده الجدول كان موجود لحد شهر مارس. في شهر إبريل تنبؤنا اللي هيحدث طول النهار في شهر أبريل
طبعا هيحدث إن هيصبح أطول مع الاستمرار. يعني أنا بننتقل المفروض من فصل لفصل آخر، وهناخدوه إن شاء الله في الدرس القادم، إننا كده بننتقل لفصل الصيف. إذا طول النهار بيصبح أطول في فصل الصيف بسبب ميل محور الأرض أكثر. السؤال باء، كيف تستطيع اختبار تنبؤك؟ طبعا هنختبر تنبؤنا ازاي؟ كيف نعرف ان طول النهار هيصبح اطول؟ هنبدا نتحقق من اوقات شروق الشمس وغروبها ونحسب طول النهار على مدى شهر ابريل. يعني مثلا في شهر مارس انا لاحظت خلاص الجدول، في شهر ابريل عايزه نتنبأ ماذا يحدث طول النهار. هنبدا نتحقق من تنبؤي بقى بعد ما تنبأت انه هيطول، نحسب اوقات الشروق واوقات الغروب يوميا، ونبدا نحسب طول النهار بطرحهم من بعض. طبعا السؤال الثالث، قارن بين نمط تغير طول النهار في مسقط ونمط تغير طول النهار في المكان الذي تقيم فيه. في المكان طبعا اللي احنا بنقيم فيه تقريبا النمط نفسه. طول النهار طبعا بيزداد بمرور الوقت، لان احنا كلنا في نفس الفصل، مش في مدينة اخرى او مش في دولة اخرى يعني. الأفق، طبعا الأفق درسناه إنه هو خط التقاء الأرض بالسماء، تمام؟ وأخدنا إنه عند شروق الشمس تبدو وكأنها تشرق أعلى خط الأفق، وعند الغروب تبدو وكأن الشمس تغرب، يعني بتنزل أسفل الأفق أو تحت الأفق. لو سألنا فسر لماذا تبدو لنا الشمس تتحرك أثناء الشروق والغروب، بيرجع لدوران الأرض حول محورها، تمام؟ كيف نحسب طول النهار؟ طبعا طول النهار العملية الحسابية الموجودة يسار الشاشة الموجودة عندنا، بنطرح وقت الشروق من وقت الغروب بنحسب طول النهار. وعند الاستلاف طبعا في الساعات، أن الساعة الواحدة تساوي 60 دقيقة، بنبدأ نستلف ساعة بتساوي 60 دقيقة، تمام؟ ونبدأ طبعا نجمع ونطرح عادي جدا، طرح عادي. لو سألنا اختلاف أوقات الشروق والغروب في أشهر السنة، ده بيرجع لدوران الأرض حول الشمس. لازم نكونوا عارفين معلومتين ونحتاجوهم في الدرس القادم، إن في الصيف بيكون النهار طويل والليل بيكون أقصر، وفي الشتاء العكس، بيكون النهار قصير والليل طبعا طويل. فصل الصيف في عمان بيكون في شهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، والشتاء بيكون في ديسمبر ويناير وفبراير وبداية مارس. ده لتحديد بقى، عشان لو سألني الوقت اللي أنا موجودة ده هيكون صيف ولا شتاء، النهار هيكون طويل ولا قصير، لازم نكون عارفة طبعا كل فصل في أي الشهور اللي بتحدده، تمام؟ وهندرسوه نأكدوا عليه الدرس القادم بإذن الله. والآن مع أنشطة المذكرة. السؤال الأول، أدرس بيانات الجدول اللي تم تسجيلها لإحدى المدن. في إحدى المدن تم تسجيل أوقات شروق الشمس وغروبها لحساب طول النهار، تمام؟ بيبدأ الجدول من 1 فبراير 2017 ل 20 مارس 2017. السؤال الأول، احسب طول النهار في النقاط 1 و 2. عامل لي في الجدول خانتين 1 و2. طبعا عشان نحسب طول النهار خبرتكم إن بنطرح وقت الشروق من وقت الغروب. نبدأ نطرح وقت الشروق من وقت الغروب، يعني نجيب الغروب ونطرح منه توقيت الشروق، بيعطينا طول النهار. في التوقيت 1 أو عند النقطة 1 طبعا هنبدأ نطرح غروب الشمس هنا الساعة المفروض 18، وشروق الشمس 6:47. نطرحها بقى من بعضها هيساوي 11 و13 دقيقة. يبقى إذا عندي طول النهار هيكون 11 ساعة و13 دقيقة، تمام؟ طبعا كيف طرحناها؟ بنستلف من 18 دول ساعة ب60 دقيقة، إذا 17 و60. نبدأ نطرح طبعا رياضيات، وانتوا درستوها في الرياضيات أكدوا عليها تاني. السؤال الثاني، طبعا عايز التوقيت، هيكون 18 و22 دقيقة، نطرح منهم 6 و13 دقيقة، بيعطينا 12 ساعة و9 دقائق. أعطي وصف للنمط الملاحظ في طول النهار خلال الفترة المسجلة في الجدول. طبعا لو بدأنا نوصف النمط اللي موجود عندي هنلاحظ إنه بيصبح طول النهار أطول بمرور الوقت. مرور الوقت بيصبح طول النهار بيزيد. ضع توقعاتك حول طول النهار في الأشهر التالية لشهر مارس. طبعا لسه دارسينه. في شهر مارس المفروض بعد شهر مارس أنا كده بننتقل من فصل لفصل، يعني بننتقل لفصل الصيف. كل ما ننتقل لفصل الصيف بيصبح النهار أطول، يبقى إذا هتزيد طبعا طول النهار. التفسير لأننا بننتقل من فصل الربيع للصيف. ضع علامة صح في المكان المناسب في الجدول. السؤال الأول، يحدث الشروق والغروب نتيجة حركة الأرض حول الشمس. خطأ، المفروض حركة الأرض حول محورها. خط الأفق هو خط التقاء السماء مع الأرض. طبعا إجابة صحيحة. يكون شروق الشمس أعلى خط الأفق. صح طبعا، الشمس تصعد لأعلى خط الأفق. وغروب الشمس أسفل خط الأفق. طبعا هيكون
إجابة صحيحة. يوضح الجدول بيانات الغروب المسجلة في إحدى المدن. دي أوقات الغروب. لو ملاحظين في اليوم الأول كان وقت الغروب 18، في اليوم الثالث 18 و3 دقائق، 18 و5 دقائق في اليوم الخامس، في اليوم السابع 18 و7 دقائق، في التاسع 18 و9 دقائق. لو ملاحظين طبعا مع زيادة وقت الغروب إذا طول النهار بيزداد، يبقى الفصل اللي سجلنا فيه البيانات هو فصل الصيف. إذا كان وقت الشروق في اليوم الأول هو الساعة 5:40، فإن طول النهار يساوي، طبعا هنعمل عملية حسابية، هنطرح وقت الشروق من وقت الغروب. الغروب عندي 18 طبعا في اليوم الأول 18، هنطرح منه طبعا 5:40، إذا هيساوي 12 ساعة و20 دقيقة. وكده شباب نكونوا أنهينا الدرس، موفقين بإذن الله.